بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة قوس قزح. اليوم عنا ساعة سامسونج جير اس 3 الكلاسيكية الذكية. الصندوق يحتوي على مجموعة أشياء. هلا نحن راح نفتح الصندوق ونعرف شو في جواته، شو حاطين مع الساعة من أدوات أخرى. هاي ساعتنا سامسونج جير. طبعا هذا قاعدة الشحن، هاي البلاستيكي حتى ما تضرر الساعة أو تتأحوط بشكل عام. هون عنا الشاحن طبعا، هو المدخل تبع الشاحن نفس مدخل شواحن الموبايلات الحقبة، يعني من 3 سنين أو 4 سنين تقريبا. هون في عنا كتيب يدوي حتى واحد يشوف، يعني يتعلم على الساعة. وفي عنا هون كمان اللي بعض الناس بيسموه سيوار أو بعض الناس بيسموه كستك. طبعا في منه هون قياسين، قياس كبير وقياس أصغر شوي. حاليا الموجود بكفي إيدي بشكل عام، ناصر إيدي. أوكي، هلا هي ساعتنا، رح شغلها. طبعا أي شخص بيشتري مثل هيك ساعة في ما عنده حرية، كمان حرية الاختيار إنه يغير الكستك. الكستك متوفر منه بعدة ألوان، بعدة مصادر. يعني طريقة تغييره كتير سهلة، من هون إنه واحد يفكها هيك ويطلع القصدك. شغلة سهلة. الساعة بتمكنك من الاستغناء عن الموبايل بشكل شبه تام. الساعة تحوي على قرص دوار ويدور هكذا مثل ما عم تشوفوا. بيمكنك انك تبدل بين الخيارات المطروحة على الشاشة او بتبدل بين التطبيقات. الشاشة حجمها مناسب كتير حلو. هي 1.3 انش وتعمل باللمس. الزجاج ممتاز جدا جدا جدا، هو اس ار بلس. الموجودة بالشاشة الوان كاملة، تحوي على وسائل اتصال عديدة مثلا بلوتوث 4.2 واي فاي، وتحوي على وسيلة اتصال السريعة جدا NFC، وهي طبعا مفيدة لكتير حالات، من ضمنها الدفع الإلكتروني. بإمكانك من خلال الساعة تدفع ثمن مشترياتك. طبعا فيها خدمة تانية كمان اللي هي MST والGPS تحديد المواقع. تستطيع انك تستخدمها الدفع المباشر عبر ميزة MST المغناطيسية أو NFC الاتصال بالمدى القريب. وزن الساعة بدون سوار أو حزام 57 جرام، يعني فقط هذا القسم بدون سوار أو حزام 57 جرام. نظام التشغيل تايزن، هو خاص بساعات سامسونج، وطبعا قابل للتحديث دوما، وكل فترة بيعملوا تحديثات لحتى يحسنوا ويطوروا من منتجهم اللي هو سامسونج جير. المعالج 1 جيجا هرتز مزدوج، والذاكرة الداخلية منيحة ممتازة نسبة لأحجام البرامج الموجودة اللي هي 768 ميجا بايت اللي هو الرام. وفي عندنا كمان الروم اللي هي الذاكرة الخارجية اللي هي 4 جيجا بايت. بإمكانك تخزن فيها صور، بإمكانك تخزن فيها أغاني، مقاطع صوت، بإمكانك تخزن فيها شو ما بدك بحيث تستعرضها، وبحيث يكون الموبايل بعيد عنك وما يكون جنبك. يعني بإمكانك ما تشيل الموبايل بالأصل. طبعا إذا ما شلت الموبايل بالأصل ما بإمكانك تتصل تعمل اتصالات.
بيلزمك انك تتصل عن طريق الواي فاي او بدها موبايل في حال اتصال المكالمات. البطارية الموجودة فيها كتير كويسة كمان، اللي هي سعتها 380 ملي امبير، بتكفي تقريبا 3 ايام او 4 ايام حسب استخدامك للساعة، وحسب عدد التطبيقات المفتوحة بشكل دائم، او يعني حسب وسائل الاتصال المفتوحة اذا كان بلوتوث او واي فاي مع بعضهم، او جي بي اس مفتوح كمان، يعني حسب ما تكون انت فاتح برامج او تطبيقات، او مستخدم مثلا فيها ميزة الرنين صوت عالي او متردد، او الرجاج فيها كمان هزاز او رجاج، ما بعرف شو بتسموه انتم. فيها طبعا مجموعة مستشعرات جواتها، مثلا مقياس التسارع اذا كنت انت عم بتسوق بايسيكل او ميتور، او ما بيهم شو عم بتسوق، المهم او عم تركض او عم تمشي او عم تهرول. طبعا هي صح اسمها جير كلاسيك، ولكن هي رياضية بنفس الوقت. هذا المقياس بيخولك انك تقيس سرعة مسيرك، اللي هي سرعة التسارع. الساعة فيها بوصلة جيروسكوبية، وطبعا فيها مقياس بارومتر لقياس الضغط الجوي، فيها مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر شدة الضوء المحيط بها. يعني كل ما كان الضوء عم بيجي على سطح الشاشة أكتر، كل ما علت الإنارة تبع الشاشة أكتر، يعني تقريبا مثل ميزة الموبايل، موجودة الميزة بالموبايل. هاي الساعة مقاومة للماء والغبار فقط 1.5 متر تحت سطح الماء، وطبعا لمدة 30 دقيقة فقط. يعني ما بإمكانك تغوص فيها أو ما بإمكانك تسبح فيها وتأخذ راحتك، يعني تتحمل غبار وماء، ولكن ما هو مثل الساعات القديمة تبعوت الكاسيو أو ما شابه الخاصات بالسباحة أو بالغوص. مدمج فيها طبعا الساعة، مدمج فيها ميكروفون، مدمج فيها السماعة اللي هي هون، هاي سماعة خارجية بتطلع الصوت لبرا، ومدمج فيها طبعا ميكروفون اللي هو هون، هذا هو الثقب الناعم الصغير. الساعة فيها ضغطين أساسيات هون، وحدة للرجوع وحدة للقائمة الرئيسية، وفي عنا هون نحن قرص دوار، أكيد هلا شايفين كيف عم بدور. هذا بإمكانك تستغني عن كثير أوضاع، أو بإمكانك تستخدم بنفس الوقت اللمس مثلا، راح نشوف كيف. طبعا ميزة قياس ضربات القلب اللي هي هون، بيشعر هون ضوء أخضر مباشرة قياس. هلا عم بيقول لي قم بتنظيف المستشعر حتى يقدر يقيس دقات قلبك، هاي قد شفناها احنا. المهم لازم البس ساعة حتى يقدر يقيس. هاي زر الرجوع. طبعا بشكل عام هي كلاسيك، ولكن تستطيع استخدامها للفعاليات الرياضية بدون حمل موبايل او اتصال او واي فاي او بلوتوث. بكفي انه تكون فاتح الجي بي اس وراح تشوف مسارك. طبعا فيها تطبيقات كتير بامكانك تنزلها، تقريبا شيء 1500 تطبيق، ومن ضمنهم في خريطة وتحديد الموقع وهالامور. تمكنك من الاتصال عبرها واستخدام سماعات البلوتوث، يعني لما بتكون متصلة هي بالموبايل عن طريق البلوتوث بإمكانك تتصل بأي شخص موجود عندك بقائمة المتصلين، وبإمكانك تخصص مثلا مجموعة أشخاص. أنت بإمكانك تحط 4 أشخاص هدول الاتصال السريع، أنا بتصل بفلان أو فلان أو فلان فلان، بتصل فيه بشكل مباشر وبإمكاني أحكي. وطبعا هي بإمكانك توصل عليها سماعة بلوتوث بحيث تحكي من سماعة البلوتوث من خلال البلوتوث تبعها. طبعا هي ما بينحط لها سيم كارت اطلاقا، اوكي، بدها تكون اخذ الخط الاساسي الرئيسي من الموبايل نفسه. طبعا ذاكرة خارجية 4 جيجا، بامكانك تحط فيها اغاني، بامكانك تتسمع الاغاني من خلال الساعة مباشرة، او بامكانك توصل عليها سماعة بلوتوث وتتسمع عن طريق سماعة بلوتوث على الاغاني اللي انت منزلهم، او بامكانك تحط صور وتستعرضهم وتغير الخلفية تبع الشاشة. بتمكنك انك تعرف ارتفاعك وكم عدد الطوابق اللي طلعتها وكم عدد الخطوات اللي مشيتها وكم المسافة اللي ركضتها او مشيتها او سقتها او ما شابه. الارتفاع عن طريق التيمتر،
بتمكنك انك تعرف الضغط الجوي عن طريق البارومتر وسرعة المسير والقيادة عن طريق الجي بي اس. هلا انا اشتريت بشكل فردي او اكسترا حزام، ما بعرف شو بتسموه انتم. طبعا جهزته على مقاس ايدي بشكل مسبق. العلبة اللي هون فيها أداة لحتى تقدر تفك المسامير الموجودة وتصغر وتكبر الحزام على قياس ايدك. رح فك الحزام القديم ورح ركب هذا الجديد ورح نشوف شلون رح تصير. عملية الفك كثير سهلة. هون في عنا مسمار صغير نضغطه وبنرفع الحزام. هيك بنكون فكيناه، بنخبيه لوقت الحاجة. هلا بنركب على الحزام الجديد. هلا حاليا صار الحزام الجديد صار جاهز. بعتقد انه هيك صار منظره بالفعل كلاسيكي اكتر من اول وصار يعني شيك. طبعا الشاحن هو موجود عندنا هون، بيدعم خاصية الشحن اللاسلكي وهي رائعة جدا جدا. بيكفي انك توصل الشاحن بالكهرباء وتوصله بجسم الشاحن وبتشحن مباشرة. بيشعل عندنا هون ضوء لونه احمر بيدل على انه هلا عم تشحن، وبس اللي تعبت البطارية بصير الضوء لونه اخضر. هذا شاحن لاسلكي، هو نفس الجاك تبع شاحن موبايل عادي، كلاتنا بنعرفه طبعا. في حال كانت الشاشة شغالة، شاشة العرض شغالة، بإمكانك مجرد أنه تغطيها بأي شيء وتلقائيا بتطفى الشاشة مباشرة لحالها. في حال بدك تشغل الشاشة في عندك 4 طرق. أول طريقة أنك تضغط على زر، أي زر موجود عندك هون. الطريقة الثانية هي أنك تدور القرص. طبعا كله بإمكانك تحدد البرمجة تبعت، بإمكانك تفعل هاي الميزة وبإمكانك ما تفعلها. أنا مفعل فيه ميزتين، اللي هي الزر ما فيني ألغيها طبعا، والميزة الثانية اللي هي إنه مجرد إنه أتني إيدي هيك بهالجهة هاي بتشتغل الساعة لحالها وبإمكاني أشوف قد الوقت. بإمكانك الضغط 3 مرات على زر القائمة الرئيسية لحتى ترسل موقعك لأشخاص أنت محدد رقم تليفونهم. في حال صار عندك شي مشكلة أو ما شابه، الساعة بترسل موقعك وبإمكانهم يجوا على حسب مكان موقعك، بإمكانهم يجوا يساعدوك، أو بإمكانك تخصص رقم تليفون شركة تأمين، شركة أمنية اللي أنت متعاقد معها مثلا. بإمكانك تكبس الزر هذا مرتين، بيعطيك شيء اسمه بحث عن الجهاز، البحث عن هاتفي. أنا راح أضغط هلا البحث عن هاتفي مباشرة، عم بيقول لي هو موجود، فأنا راح أوقف هلا حاليا. طبعا بإمكانك تنزل تطبيقات، عدد التطبيقات اللي بتنزلها تقريبا شي 1500، وطبعا العدد عم يزداد كل يوم بيومه. تطبيقات هائلة وفي خدمات كتير حلوة، ابتداء من خريطة، مقياس الضغط الجوي والارتفاع، العثور على هاتفي، ملخص الأخبار، استوديو، بإمكانك تستعرض صور، الساعات العالمية بأي دولة تنزل فيها تلقائيا تاخذ الساعة اوتوماتيك، منبه فيها مجموعة منبهات، التقويم بإمكانك تشبكه مع التقويم تبع الموبايل وبيعرض لك نفس المهام اللي انت محددهم في الموبايل بيظهروا عندك على الساعة. الطقس طبعا نفسه كمان بإمكانك تدمجه تربطه مع بعضه، أو بإمكانك تعمله مستقل حسب الجي بي اس، هو لحاله بيعطيك الطقس. طبعا بإمكانك تحكي مع الساعة وتقلها تفتح لك شي ملف أو تشغل مشغل موسيقى أو ما شابه عن طريق الصوت. طبعا هاي الميزة بتخلص البطارية بشكل أسرع. فيه ميزات كثيرة، من ضمنها انه بامكانك تتحكم الموسيقى تبع هاتفك من هون. بامكانك تشغل مثلا من هون على اشتغلت بالموبايل. طبعا فوق في عنا هذا علامة الموبايل، بامكاننا نضغط عليها بتصير ساعة.
هلا هون بهالحالة رح يشغل لي الموسيقى الموجودة بالساعة، بس أنا حاليا ماني حاطط ملفات موسيقية بالساعة إطلاقا، رح خليها عن طريق الموبايل فقط. طبعا بإمكانك تفوت وتستعرض التطبيقات الموجودة. في تطبيقات كمية كبيرة جدا جدا جدا. هذا تطبيق خاص بالرياضة. جهة الاتصال نفسها بيعمل لها نسخ من جهاز الموبايل على ساعتك. الضبط فيه ميزات كتير حلوة، وبإمكانك تحط للساعة رمز بين. لما بتشلحها من ايدك تلقائيا بيتحسس المستشعر انه انت شلحتها، فبصير بيطلب رمز بن في حال ضيعتها او انسرقت او ما شابه. يعني اللي بيلاقيها راح يضطر يعمل لها فورمات لحتى يقدر يستعملها، مثل الموبايل يعني. اوجه الساعة كثيرة 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 كثيرة، فوق ما تتخيلوا، فوق ما تتصوروا. مين فيكم ما بيعرف هاي الساعة مثلا؟ في أوجه ساعات بناتية، في أوجه ساعات رجالية، في منها يعني موديلات وأشكال وألوان. أوجه الساعات في منها مدفوعة، في منها مجانية. أنا من ناحيتي منزل المجانية يعني. أوجه الساعات في منها ناشفة جافة، وفي منها موسعة. يعني الجافة بتعرض لك فقط الساعة والتاريخ مثلا، بينما في أوجه ساعات تانية بتعرض لك التاريخ، وبتعرض لك أي سنة وبأي مكان أنت، وبتعرض لك طبعا قد إيه البطارية فيها طاقة. وبيعرض لك كم خطوة مشيت، وبيعرض لك كتير أمور بتنعرض قدامك على حسب وجه الساعة. كل ما كان وجه الساعة بيعرض أكتر، كل ما استهلك بطارية أكتر. هلا مجرد إنه عم بحرك إيدي من تحت فعم يرجع نفس وجه الساعة. فيها أوجه أساسية موجودة من الأصل، أنا ما بستخدمها، قليل حتى استخدمها. مثلا لهون عم بيقول لي 85 نسبة البطارية، عم بيقول لي الساعة 19:22 اللي هي 7:22 بعد الظهر. عم بتقلي ان اليوم مشيت 792 خطوة. عم بتقلي انت خسرت 56 كالورين اليوم. ساتردي 25. يعني تعطيني بيانات اللي انا بدي اياها. في ميزة حلوة كمان، انه الاشعارات اللي بتظهر على الموبايل نفسها بامكانك تخليها تظهر على شاشة الساعة، وبامكانك تعمل شيء اسمه رد بسيط. يعني اي شخص بيبعت لك رسالة بامكانك تبعت له مقطع صوت، او تبعت له فيس، او تكتب له رسالة. طبعا فيه كيبورد، ولكن كيبورد صغير. أنا من ناحيتي ما بفضل إنه أتحدث من خلاله إطلاقا. أنا فيني أكتب هون النص. مهم. يعني ممكن ابعت نعم أو موافق أو لا شكرا، أو يعني كلمة سريعة جاهزة. فيني جهز الكلمات الموجودة هون. بإمكانك ترتب التطبيقات حسب الرغبة. بإمكانك تطبق أوجه الساعة حسب الرغبة كمان. وموضوع التطبيق كتير سهل. من خلال الموبايل بإمكانك تحدد التطبيقات اللي بتبعت أشعارات للساعة. اوكي، هلا رح ننتقل الموبايل. التطبيق لذيذ كتير والعمل عليه سهل. عم بيقول لي انه انا مختار وجه الساعة، هذا هو. بإمكاني اختيار من هون كمان اوجه الساعات. هي طبعا منزلة مسبقا بالساعة وجاهزة يعني. فيني اختار مثلا هي، فدغري رح شوف انه الساعة اتغيرت وصار غير وجه. فيني ارجع اختار كمان وجه اخر، ولنفرض هذا.
دغري صار الوجه اللي أنا حددته من خلال الموبايل. نرجع للصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية بيعطيني بعض المعلومات حول الساعة، من ضمنهم مثلا انه فيها 85% البطارية بتكفي 1 من الأيام و19 ساعة. عم بيقلي المساحة الخالية هي 1.2 جيجا، ومساحة من الرام الخالية هي 248 ميجا. بإمكاني فوت على قسم التطبيقات أو الإشعارات. رح نبلش من الإشعارات. فيني أحدد التطبيقات يلي بإمكانها تبعت لي إشعارات. خيارات كتير حلوة ولذيذة. يعني أنا بدي مثلا الجيميل يبعت لي إشعار، لغيت كل شيء، أنا ماني تارك شيء، فقط الجيميل تاركه في حال إجاني إيميل. وتارك الرسائل النصية العادية. والطقس، خدمات الهاتف، في حال حدا اتصل فيه بإمكاني يشوف اسمه على الساعة. طبعا فيسبوك وتويتر هدول لغيهم تماما. واتساب تاركه. يعني بإمكانك أنت تختار التطبيق اللي بدك إياه. من ضمن ميزات الساعة كمان بإمكانك تترك الساعة شغالة بشكل دائما مضوعة. طبعا هذا الشيء بيخلي البطارية تخلص بشكل أسرع. الخيارات كتير حلوة، وأنا من ناحيتي الصراحة بتعجبني. يعني عندك هون العرض أثناء استخدام الهاتف، يعني بإمكانك تفعلها. بيجيك أي إشعار لهون، وبيجيك على الساعة كمان. بإمكانك تحدده فقط إنه الموبايل. ميزة أخرى كمان كتم صوت الهاتف المتصل، إظهار فقط أثناء ارتداء الساعة. مجرد أن أكون لابس ساعة بيظهر إشعارات بالساعة. إذا ماني لابسها ما بيظهر إشعارات بالساعة إطلاقا. طبعا هي دائما متصلة بالهاتف. طبعا كل فترة بدك تعمل تحديث للتطبيقات. تطبيقات كتيرة ما شاء الله عليهم. كل يوم عم بينزل كذا تطبيق وكذا وجه ساعة كمان. أوجه الساعات بإمكانك يعني تعمل بحث عن أوجه الساعات اللي أنت بتناسبك. طبعا تقريبا هذا كان كل شيء عن الساعة. وإذا في حدا ممكن عنده سؤال أو حابب يستفسر عن شيء بإمكانه يكتب لي بالتعليقات، وأنا إن شاء الله رح رد عليه بأقرب فرصة أو أقرب وقت ممكن. لو عجبك الفيديو اضغط زر الاشتراك وزر أعجبني، وشارك الفيديو مع أصدقائك. حياكم الله وبياكم. سلام.